أهلا بيكم تالتة إعدادي. هنتعلم النهاردة في الدرس الأول من الهندسة إزاي أحسب المسافة بين نقطتين. إيه هي المسافة بين نقطتين؟ يعني أجيب طول قطعة مستقيمة. يبقى عنوان درسنا النهاردة اسمه البعد بين نقطتين. يعني لو أنت عندك نقطة ونقطة على قطعة مستقيمة، أنا عايز أحسب المسافة ما بينهم بدون قياس بالمسطرة. طيب لو أنا عندي قطعة مستقيمة اسمها ألف ب، ألف دي اسمها الزوج المرتب س وصاد، بس أنا برقمها س واحد وصاد واحد زي ما أخدنا في حاصل الضرب الديكارتي، والب هي س اتنين وصاد اتنين. أنا عايزة أحسب المسافة بين ألف ب، يعني طول ألف ب. علشان أحسب المسافة ما بينهم هما الاتنين وأنا بتعامل مع أزواج مرتبة، يبقى أنا لازم يكون ليا عندها قانون. القانون ده اسمه قانون البعد. البعد يعني الطول أو المسافة هو الجذر التربيعي لمربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات. يعني ايه؟ يعني اجيب من النقطة الاولى س واحد ومن النقطة التانية س اتنين، فاقول له س واحد ناقص س اتنين تربيع زائد صاد واحد ناقص صاد اتنين تربيع، فبقول عليها مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات. تعال نفهم بالأمثلة. أول مثال عندي هنا بيقول لي اوجد البعد بين النقطتين ألف بواحد واتنين وب بأربعة واتنين. علشان أحل المسألة دي صح وأفكر فيها كويس، لازم الأول عشان ما اتلخبطش أحدد فين س واحد وصاد واحد وس اتنين وصاد اتنين. تعالى نيجي للألف. س واحد هي الواحد وصاد واحد هي الاتنين في الزوج المرتب. طيب وعند ب س واتنين هي الأربعة وصاد اتنين هي الاتنين. يبقى انا كده حددت النقط بتاعتي اللي اشتغل عليها. ابتدي احط قانون البعد بين الالف والب. اللي انا حافظه هو الجذر التربيعي لمربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات. طيب فين السينات؟ س واحد وس اتنين هطرحهم من بعض، يبقى اقول له عندي واحد ناقص أربعة الكل أس اتنين، أو واحد ناقص أربعة قوس تربيع زائد اتنين من صاد واحد ناقص اتنين اللي في الصاد اتنين الكل أس اتنين. أنا علشان أحلها تيجي دور الآلة هنا. طب لو أنا مش عايزة أستخدم الآلة، أدي أربعة أشيل منها واحد تبقى تلاتة تربيعها تسعة، واتنين من اتنين صفر، يبقى الجذر التربيعي للتسعة يديني عندي تلاتة. تلاتة إيه؟ تلاتة وحدة طول، لأن أنا حاسبها بإيدي أو بالآلة، أنا حاسبها بالأرقام. طيب يبقى أنا كده يا ميس أنا فهمت لما أجي أجيب بعد بين نقطتين لازم أحط الجذر. إذا كان ألف بسالب اتنين وسبعة وب بتلاتة وسالب خمسة، عايزة أجيب طول ألف ب، خلاص أنا فهمت الفكرة. أول حاجة هحط الجذر التربيعي علشان أجيب البعد بين ألف وب. طيب الجذر التربيعي بتاعي بقول له إيه؟ س واحد ناقص الس اتنين. طب فين س واحد في الألف؟ بسالب اتنين، هشيل منها التلاتة يبقى سالب اتنين ناقص تلاتة الكل تربيع زائد لما اجي اجيب صاد واحد وصاد اتنين، صاد واحد هي سبعة وصاد اتنين ناقص خمسة، فلما اجي اقول وانا عندي سالب فاقول له سبعة ناقص خمسة، واللي يعملها سبعة زائد خمسة صح. لما اجي احسبها بآلتي تديني عندي هنا كلها جذر التلاتاشر. يا ميس يبقى انا عندي تطلع كام عندي هنا بالتلاتاشر. طيب تعالى نشوف عندي المسألة اللي بعد منها. بيقول لي البعد بين النقطتين تلاتة وصفر وصفر وسالب أربعة. لو لاحظت في النقطة الأولانية أنا عندي صفر في الإحداث الصادي وصفر في الإحداث السيني. لما بيكون عندي إصفار في القوس الأول وفي القوس التاني، بدل ما أقول له تلاتة ناقص صفر اللي هي التلاتة وصفر ناقص أربعة، طب أنا كل اللي بعمله يا ميس بربع العدد الأول وبربع العدد التاني. طب أنا لما أجي أربع التلاتة تبقى تلاتة تربيع. طب والسالب أربعة لما أجي أربعها أنا ممكن يا ميس أكتبها سالب أربعة تربيع جوه قوس، أو ممكن أكتبها أربعة تربيع لأن التربيع ده زوجي بياكل السالب، فتطلع حسبتها كلها خمسة وحدة طول. شوف اللي بعد منه. البعد بين النقطة تلاتة وسالب اتنين ونقطة الأصل. مين هي نقطة الأصل؟ قال لي نقطة الأصل هي الصفر والصفر، فأنا عايزة أجيب بعد النقطة تلاتة وسالب اتنين عن الصفر والصفر. طب ما الصفر ملهوش لازمة إن أنا أطرح منه، يبقى أنا أقول له الجذر التربيعي أربع التلاتة وأربع السالب اتنين، تلاتة تربيع زائد سالب اتنين احطها جوه قوس تربيع عشان اخد السالب كمان معايا. يعني يا ميس انا ممكن اكتبها سالب اتنين الكل اس اتنين، وممكن اكتبها اتنين اس اتنين لان انا عارف ان السالب هيتاكل.
طيب لما اجي اشتغلها تطلع لي كلها عندي تساوي جذر 13. يبقى انا كده يا مس فهمت ازاي اجيب البعد بالنقطة ونقطة الاصل عندي، او لما يكون احد الاحداثيات يساوي صفر بربع العدد الاول واربع العدد الثاني تحت الجذر. تعالى ننتقل للمثال اللي بعد منه وده مهم. بيقول لي انا عايز اجيب البعد بين النقطة 3 وسالب 2 ومحور السينات ومحور الصادات. يعني ايه؟ انا عايز اعرف 3 وسالب 2 دي بتبعد بكام مربع عن محور السينات وبتبعد بكام مربع عن محور الصادات. قال لي لما تيجي تقول لي نقطة بعدها عن محور السينات اخد العكس، اخد محور الصادات اللي هي الاحداث الصادي واحطه تحت قيمة مطلقة. طب ليه بحطه تحت قيمة مطلقة؟ انا عارف في سنة 6 ابتدائي ان القيمة المطلقة دي بتطلع دايما البعد بتاعي بالموجب، وانا بتعامل مع اطوالي لازم اطلع بالموجب. يبقى انا هقول له ايه؟ القيمة المطلقة لسالب 2 تطلع 2 وحدة طول. طب محور الصادات، يبقى الميس قالت لي خد العكس، اخد محور السينات واحطه تحت القيمة المطلقة. يبقى طالما انا حطيته تحت القيمة المطلقة يبقى اقول له القيمة المطلقة للتلاتة تساوي 3. يبقى انا فهمت يا ميس لما تيجي تقول لي هات البعد بالنقطة ومحور السينات اخد الاحداث الصادي تحت قيمة مطلقة، ومحور الصادات اخد الاحداث السيني تحت قيمة مطلقة. تعال نشوف من الامثلة المهمة. يجي يقول لي اثبت ان النقط أ وب وج تقع على استقامة واحدة. عايزه اثبت 3 نقط عندي بيمثلوا على استقامه واحده. علشان اثبت ان انا عندي 3 نقط عدهم ادي 1 2 3، يبقى انا محتاجه اجيب 3 جذور. جذر بين مين وبين مين؟ اول مره اجيب الجذر بين ا ب، بعد أ ب، وتاني مرة أجيب بين ب وج، وتالت مرة أجيب بين أ وج. طيب أول حاجة يا ميس أنا هجيب أ ب الجذر التربيعي لمربع فرق السينات. فين السينات في الألف؟ سالب 2. طب وفين السينات في الب؟ سالب 3. يبقى سالب 2 ناقص 3. وعرفنا ليه بنكتبها كده؟ زائد عندي 7 في صاد 1 ناقص 4 في صاد 2. طيب أربعهم هما الاتنين تحت الجذر هيطلع لي عندي هنا تساوي جذر 10. طيب تعال نشوف النقطة اللي بعد منها. أنا هجيب بعد ب ج. يبقى أنا عايز أجيب البعد بين ب وج، يبقى الجذر التربيعي لمربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات. طب فين السينات عندي في الب؟ سالب 3. هشيل منها مين؟ يبقى ناقص 1 الكل أس 2 زائد أقول له هنا في الصاد 1 يبقى 4 ناقص 16 الكل أس 2. لما أجي أحسبها بالآلة بتاعتي هيطلع لي عندي القيمة بتاعتها ب4 جذر 10. 4 جذر 10. طيب تعال نشوف بعد كده. أنا محتاجة أجيب النقطة الأخيرة، البعد الأخير أ ج. يعني هجيب البعد بين أ وج علشان أحل المسألة. يبقى سالب 2 ناقص 1 الكل أس 2. خدت السين 1 والسين 2 اللي هناك وطرحتهم من بعض. طيب والصادات عندي في الألف ب7 وعندي في الجيم ب16، يبقى أقول له 7 ناقص 16 الكل أس 2. طب لما أجي أحسبها بآلتي هتقول لي بتساوي 3 جذر 10. طب لو أنت لاحظت هنا وبصينا على الإجابات، أنا جبت أ ب طلعت بجذر 10، وجبت ب ج طلعت ب4 جذر 10، وأ ج ب3 جذر 10. انت مش ملاحظ حاجة؟ لو جينا بصينا للألف ب وألف ج وجمعناهم، ألف ب بجذر 10 قدامها 1، لو جمعت الواحد مع ال3 جذر 10 يديني 4 جذر 10. يعني ايه؟ يعني مجموع الألف ب مع الألف ج طلع بيساوي ب ج. طالما أنا عندي جذرين طلعوا بيساوي قيمة الجذر الثالث يبقى ال3 نقط دول يقعوا على استقامة واحدة. يبقى طالما ألف ب مجموعها مع ألف ج اداني مجموع البعد الثالث اللي هو ب ج، يبقى الألف والب والجيم تقع على استقامة واحدة. يبقى أنا فهمت يا ميس لما تيجي تقولي لي هات 3 نقط تقع على استقامة واحدة أثبت 3 جذور. طالما 3 نقط أجيب قدامهم 3 جذور، مرة أجيب بين الألف ب ومرة بين الب ج ومرة بين الألف والجيم، ولما يطلع لي عندي مجموع جذرين يساوي الجذر الثالث يبقى ال3 نقط عندي دول بيمثلوا على استقامة واحدة. يبقى أنا يا ميس أركز في الحتة دي 3 نقط يبقى ب3 جذور. يبقى أنا كل درس بشتغله على عدد النقط أجيب قصاد منها عدد الجذور. طيب
لو انت جيت هنا اخدنا بالنا في المثال اللي بعد منه، وده من ضمن الامثله المهمه جدا، يقول لك اذا كان الف بسالب واحد وسالب واحد وب اتنين وتلاته وجيم هي النقطه ستة وصفر، اثبت ان المثلث الف ب ج قائم الزاويه في ب ثم اوجد مساحته. المثلث اللي قدامي ده مثلث قائم الزاويه لانه فيه حرف ال. طيب انا علشان اشتغلها اعمل ايه؟ يا ميس انتي قلتيلي طالما عندك 3 نقط يبقى انت هتجيب 3 جذور، بس خد بالك انت هتعمل ايه هنا؟ المفروض يا ميس انا شغال على مثلث قائم، يعني انا عندي 3 نقط فيه. طب هو بيقول لي اثبته في مين؟ في ب، يبقى انا هحط ب عند القايمه وادي الف وجيم، يبقى انا محتاجه اجيب 3 جذور. اول جذر يا ميس انا هجيب جذر الف ب. طيب الف ب بيساوي ايه؟ يبقى سالب واحد ناقص اتنين الكل أس اتنين، يبقى أنا كده جبت فرق السينات وربعتهم، زائد مربع فرق الصادات سالب واحد ناقص تلاتة الكل أس اتنين، يبقى أنا كده يا ميس حسبت ألف ب بيساوي كام؟ طيب تعالى نشوف لما أجي أشتغلها بالآلة تطلع لي 5 وحدة طول. اجيب بعد كده البعد اللي التاني ب ج اللي هو الضلع التاني، الجذر التربيعي لمربع فرق السينات، يبقى 2 ناقص الستة الكل أس اتنين. تعال نشوف 2 في س واحد ناقص 6 في السين اتنين الكل أس اتنين. طب تعال نشوف مربع فرق الصادات، 3 ناقص صفر، يعني مثلا لو كتبتها 3 ناقص صفر الكل أس اتنين صح. واحد تاني يقول لي يا ميس انت لسه قايله من شويه انا ممكن اقول 3 تربيع على طول. لما اجي احسبها يا ميس هتطلع لي عندي ب ج بتساوي 5 وحدة طول. تعال نجيب اخر ضلع اللي هو اسمه ألف ج، الجذر التربيعي لمربع فرق السينات، س واحد بسالب واحد وس اتنين بستة، يبقى أقول له سالب واحد ناقص الستة الكل أس اتنين، كده أنا ربعتها، زائد مربع فرق الصادات سالب واحد ناقص الصفر الكل أس اتنين، يعني أنا لو طرحتهم من بعض ممكن أقول سالب واحد تربيع على طول. لما أجي أحسبها يا ميس المفروض عندي هنا هيديني على الآلة عندي جذر ال50. طيب تعالى نشوف بعد كده المفروض اعمل ايه. الجزء اللي هيجي لي دلوقتي ده من تانية اعدادي، انا علشان اثبت ان المثلث اللي قدامي هو قائم الزاويه لازم انا اربع ال3 اضلاع. طب بجيب الضلع الكبير، مين الضلع الكبير عندي هنا؟ الف ج اللي هو بيمثل جذر 50، انا هربعه واجيب الف ب واجيب ب ج واربعهم هما الاتنين واجمعهم، لو طلع مجموعهم بيساوي الضلع التالت قيمته يبقى انا مثلث قائم الزاويه، يبقى انا هجيب الف ج تربيع اللي هو الجذر ال50 تربيع. طب يعني ايه جذر 50 تربيع؟ يعني جذر 50 في جذر 50 يطلع لي ب50 اللي هي القيمه اللي تحت الجذر، يبقى طالما ضربت جذر في نفسه او ربعته يديني القيمه اللي تحت الايه؟ الجذر، يبقى تساوي عندي 50. طيب ارجع اجيب الف ب تربيع وارجع اجيب ب ج تربيع، انا كل ده بثبت ان هو مثلث قائم الزاويه واجمعهم سوا. طيب الف ب تربيع عندي هنا الالف ب كانت ب5، يبقى انا هربع الخمس 5 تربيع، زائد هربع الب ج اللي هي المفروض تديني زائد 5 تربيع. طب 5 تربيعها 25 و25 يدوني 50. الله، طب انا لما لاحظت كده ان مربع الالف ب زائد مربع ب ج طلع ب50 قد الالف ج تربيع، يبقى من هنا انا ثبت ان مجموع ضلعين بيساوي الضلع الثالث، يبقى انا اسمي مثلث قائم الزاويه. قائم الزاويه في مين؟ تعال نشوف اكبر ضلع اسمه الف ج، يبقى النقطه الثالثه اسمها ب، يبقى المثلث اللي قدامي ده قائم الزاويه في ب، اذا الف ب ج قائم الزاوية في ب. ليه؟ لأن أنا لقيت إن ألف ج تربيع بيساوي مجموع مربعي الضلعين الصغيرين ألف ب تربيع زائد ب ج تربيع. يبقى أنا كده يا ميس فهمت إن أنت لما تيجي تقول لي اثبت إن المثلث اللي قدامك قائم، بعد ما أجيب ال3 جذور أربع ال3 أضلاع، لو طلع الضلع الكبير بيساوي مجموع الضلعين الصغيرين يبقى أنا مثلث قائم الزاوية. طيب ابتدي احط الارقام بتاعتي على الاضلاع، ب ج طلعت ب5 والف ب طلعت عندي ب5. طيب هو بيقول لي اوجد مساحة المثلث، انا علشان اجيب مساحة المثلث انا فاكر لها القانون اللي انا درسته قبل كده، ان مساحة المثلث عندي بتساوي ايه؟ قال لي مساحة المثلث بتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع، يبقى مساحة المثلث اللي انا عارفها بتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع. طب ايه القاعدة وايه الارتفاع عندي؟ قال لي القاعدة والارتفاع الممثلين عندي اللي هو حرف ال اللي هو ب ج والف ب، يبقى انا هقول له نص في 5 في 5، نص في 5 في 5،
طب نص الخمسة بكام؟ ب2.5. لما اجي اضربها في الخمسة هتديني 12.5. معرفتش يا ميس اعملها بالآلة، اقول له نص في 5 في 5 تديني 12.5 وحدة مربعة. يبقى انا يا ميس خلاصة المسألة كلها علشان اقول له ان المثلث اللي قدامي ده قائم الزاوية او اثبت ان هو مثلث، اول حاجة بجيب له ال3 جذور، ولما يقول لي اثبت ان انا مثلث قائم الزاوية اربع ال3 اضلاع. لو لقيت مربع الضلع الكبير يساوي مجموع مربعي الضلعين الصغيرين يبقى انا مثلث قائم الزاوية. طب علشان احسب مساحة المثلث لازم أنا اطبق قانون نص طول القاعدة في الارتفاع. تعالى نتعرف على مثال جديد، ويجي يقول لي اثبت ان النقط أ ب-1 و3 ب 5 و1 ج 6 و4 د 0 و6 هي رؤوس مستطيل ثم احسب مساحته. خد بالك انت بتقولي رؤوس مستطيل، والميس قالت لي من الاول ان عدد النقط بجيب بيها عدد الجذور. انا عندي كام نقطة؟ 4. يبقى انا المفروض اجيب 4 جذور، وهديك فكرة كمان علشان اثبت ان انا مستطيل. لاي شكل رباعي لازم أنا اجيب له 4 جذور. طيب لو انا عايز اثبت ان هو متوازي اضلاع هكتفي بال4 جذور. طب لو عايز اثبت ان هو مستطيل هنشوف. اول حاجه هجيب ا ب. مين ا ب؟ اللي هو مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات. طب السين هنا 1 -1 ناقص ال5 الكل تربيع زائد 3 ناقص ال1 الكل تربيع. يبقى انا يا ميس ربعت السينات وربعت الصادات وطرحتهم من بعض وجمعت، يبقى مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات. لما اجي احسبها يا ميس عندي بآلتي هتديني عندي هنا الجذر التربيعي ل40 وحدة طول. طيب ب ج هجيب البعد بين ب وج. طيب السين 1 في الب ب5، يبقى اقول له هنا 5 ناقص ال6 الكل أس 2، يبقى أنا ربعتها زائد عندي 1 ناقص 4 الكل أس 2، يبقى أنا ربعت السينات وربعت الصادات وطبقت القانون بتاعي صح. هيساوي عندي مين هنا؟ قال لي أنا عشان أجيب الب ج هتطلع لي عندي بتساوي يا ميس الجذر التربيعي لل10 وحدة طول. طب ج د عشان اجيبها قال لي ج د هقول له الجذر التربيعي مربع فرق السينات. فين السين 1؟ يبقى 6 ناقص الصفر الكل تربيع، وممكن اقول 6 تربيع على طول لان في واحده بصفر. طيب زائد 4 ناقص ال6 الكل تربيع. لما اجي يا ميس احسب الجيم د هلاقي نفسي عندي تساوي قد الب ج اللي هي عندي المفروض بتساوي ج د هتبقى قد أ ب اللي هي عندي بتساوي جذر 40. طب أنا عشان أجيب أ د هقول له الجذر التربيعي ما بين الألف وما بين الدال يبقى -1 ناقص الصفر الكل أس 2 زائد برافو عليك مربع فرق الصادات يبقى 3 ناقص ال6 الكل أس 2. يا ميس لما أجي أحسبها بآلتي هلاقيها بتساوي لي جذر 10. أنا يا ميس لحد دلوقتي لسه ما ثبتش إن هو مستطيل. علشان اثبت ان هو مستطيل انا لحد دلوقتي كده ثبت ان ده شكل رباعي. علشان اثبت ان هو مستطيل لازما كمان يا ميس اجيب القطرين. طب من خواص المستطيل كان الاقطار بتاعته مالها متساويه، يبقى انا كمان لازم اجيب البعد بين ا ج اللي هو القطر والبعد بين ب د. لو طلعوا متساويين يبقى انا مستطيل. طب ا ج يبقى انا اقول له -1 ناقص ال6 الكل اس 2 زائد 3 ناقص 4 الكل أس 2. يبقى أنا طرحت السينات وربعتها وطرحت الصادات وربعتها. لما أجي أطرحهم وأحطهم على الآلة تحت الجذر يطلع لي القيمة بتاعة أ ج هتساوي عندي هنا جذر 50 وحدة طول. طب أنا هرجع أجيب ب د. طب مين هي الب د؟ هقول له يبقى فرق السينات اللي هي عندي المفروض تديني 5 ناقص الصفر الكل أس 2. وانا سامع واحد شاطر يقول لي طب ممكن اقول 5 تربيع صح على طول يا ميس يبقى صح طالما فيها صفر. زائد عندي هنا في الب والدال الصاد عندي يبقى 1 ناقص ال6 الكل أس 2. لما اجي اعملها بآلتي يا ميس هتطلع عندي بتساوي جذر 50. ايه ده؟ انا لاحظت ايه دلوقتي؟ انا جبت 4 جذور وجبت معاهم القطرين، لقيت ان القطر أ ج بيساوي ب د، يبقى انا كده مستطيل. يبقى انا ثبت ال4 جذور والقطرين. طب هو عايز بعد كده يجيب ايه؟ المساحه. مين هي مساحه المستطيل؟ الطول في العرض. طب ما الطول عندي اللي هو ب ج اللي هو قيمته كام ب ج عندي
جذر الأربعين، ألف ب اللي هو جذر الأربعين، في العرض عندي بيمثل مين؟ جذر العشرة. يبقى أنا مش جبت الطول وجبت العرض. الطول دايما الضلع الكبير والعرض هو الضلع الصغير، مش ممكن يتناسب مع الرسمة لأن أنا عامل رسمة كروكي. لما أضرب الجذر 40 في جذر 10 قالت تقولي جذر 400. طب الجذر 400 يساوي كام؟ 20. يبقى ميس تعالى نقول خلاصة المسألة. أول ما أقول لك اثبت إن في 4 نقط تمثل مستطيل، تقول لي أجيب 6 جذور. أجيب مين؟ الأربع جذور الأولين بتوع الأضلاع، وأجيب كمان الجذرين بتوع القطرين. لو طلعوا القطرين متساويين يبقى أنا مستطيل. تعال نشوف المسألة اللي بعد منها. بيقول لي اثبت ان النقط اللي قدامي الأربعة دول هي رؤوس معين ومثله بيانيا. بيانيا يعني نرسمه على الشبكة التربيعية. اجي على كل نقطة واحددها زي ما انا قبل كده عملتها وانا صغير. طيب اول حاجة ميس ادي 4 نقط، يبقى انا هجيب 4 جذور. هجيب الالف ب. مين هي الالف ب؟ الجذر التربيعي لسالب 1 اللي هي السينات ناقص 1 في الصادات الكل أس 2 زائد، يبقى أنا هقول له 4 ناقص الواحد تساوي عندي هنا الجذر التربيعي ليها تساوي، يبقى أنا جبت أنا عندي هنا بيساوي مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات. لما أجي أحسبها ميس بآلة الحاسبة هيطلع لي عندي كلها بتساوي جذر 13 وحدة طول. طيب أنا عايز أجيب الب ج، يبقى أنا هقول له الب ج هي 1 ناقص الواحد الكل أس 2، يبقى 1 ناقص 1 الكل أس 2 اللي أنا ممكن أكتبها على طول 1 زائد الواحد، بس إحنا بنحب نمشي بهدوء. زائد 1 ناقص الاتنين الكل أس 2. طيب أنا لما أجي عندي أحسبها بآلتي هجيبها إزاي؟ برضو يا ميس أنا هحط على الآلة الجذر التربيعي لمربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات واكتب صح تطلع لي جذر 13. طب تعالى نشوف الجيم د. لما أحسبها الجذر التربيعي لسالب 1 ناقص التلاتة الكل أس 2، يبقى أنا يا ميس ربعتهم هما الاتنين وطرحت زائد مربع فرق الصادات يبقى سالب 2 ناقص الواحد الكل أس 2، يبقى أنا يا ميس ربعتهم وحطيتهم تحت الجذر. لما أجي أحسبهم بآلة الحاسبة هلاقي عندي بتساوي جذر 13. لحد دلوقتي أنا جبت التلات جذور لقيتهم متساويين. طيب تعالى نجيب الجذر الأخير اللي هو عندي ألف د. طيب ألف د ده بيساوي مين؟ قال يا ميس الجذر التربيعي سالب 1 ناقص 3 الكل أس 2 زائد 4 ناقص الواحد الكل أس 2، يبقى أنا يا ميس ربعت السينات وربعت الصادات وطلعت عندي بآلة الحاسبة تساوي جذر 13. لحد هنا يا ميس أنا ثبت ده إن هو ده شكل رباعي. هل ثبته معين؟ لأ. علشان أثبت إن أنا معين لازما أجيب عندي الأربع أضلاع بتوعي. لو لقيت الأربع أضلاع بتوعي كلهم متساويين يبقى أنا معين. طيب انا 4 اضلاعي بتوعي كلهم متساويين. طب انا عشان اجيب المساحه اعمل ايه يا ميس؟ انا عارف ان المساحه هي نص حاصل ضرب طول قطرين، يبقى انا لازم اجيب القطرين. اول قطر اسمه الف ج، فهجيب له الجذر التربيعي لسالب 1 ناقص الواحد تربيع، وهجيب له فرق الصادات 4 ناقص 2 الكل أس 2. لما اجي يا ميس احسبها عندي هتطلع لي قيمتها ب6. طيب لما اجي اجيب القطر التاني اللي اسمه ب ده زي ما انت شايفه على الرسمه هقول له الجذر التربيعي لواحد ناقص التلاتة، يبقى انا يا ميس جبت 1 ناقص 3 تربيع. ولما اجي اجيب فرق الصادات يبقى اقول له 1 ناقص الواحد الكل أس 2، يبقى انا يا ميس جبت مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات. ليه بعمل كده؟ علشان اجيب طول القطرين. لما اجي اجيب طول القطرين طلع القطر التاني ب4. يا ميس انا عارف ان اقطار المعين مش متساويين لكن متعامدين، في قطر طويل وقطر صغير. عشان اجيب مساحة المعين يا ميس احط القانون بتاعي اقول له نص حاصل ضرب طول قطري. يبقى انا عشان اجيب مساحة المعين اقول له ايه؟ نص حاصل ضرب طول قطري. طب القطرين انا جبتهم مين؟ 6 و4، يبقى انا اقول له نص في 6 في 4. هو نص العدد 6 كام؟ 3. 3 لما اجي اضربها في 4 تديني 12 وحدة مربعة. يبقى انا يا ميس خلاصة المسألة لما تيجي تقول لي اثبت ان انا معين اجيب لك 4 جذور، لو الاربع جذور طلعوا متساويين يبقى انا اسمي معين. علشان احسب المساحة اجيب له كمان طول القطرين. طب لو ما طلبش المساحة اكتفي عندي بالاربع جذور عشان اثبات ان انا معين. يبقى كل شكل ليه صفات معين. انا كده فهمت عندي المستطيل ثبته ازاي
وفهمت عندي المعين ثبته ازاي. تعال نشوف خلاصة الدرس كلها بتقول ايه. الخلاصة بتاعتي عندي في الدرس هميزها من خلال اسئلة الاخطر. بيقول لي هنا انا عايز اجيب البعد بين النقطتين 6 وصفر وصفر و8، وتاني سؤال البعد بين النقطة ألف ونقطة الأصل، وتالت سؤال البعد بين النقطة -7 و-3 ومحور الصادات، ورابع حاجة بيقول لك لو انت عندك ألف ب ج د هو مستطيل ومديني الألف والجيم. لو انت لاحظت الألف والجيم دي في المستطيل مش ورا بعض، امال دول مين قصاد بعض؟ يبقى ده قطر، فهو عايز يجيب طول ب د. طب أول واحدة بيقول لي أنا عايز أجيب البعد بين النقطتين دول. أنا لو لاحظت إن القوس الأولاني فيه صفر والقوس التاني فيه صفر، يبقى أنا على طول أكتفي بتربيع الستة زائد تربيع التمانية. يبقى أنا أقول له 6 تربيع زائد التمانية تربيع. لما أجي أربعهم وأطلعهم من تحت الجذر يطلع لي قيمتي 10 وحدة طول. يبقى انا يا مس طبقت اول حاجه البعد بين النقطتين 6 وصفر وصفر و8 زي ما اتعلمت، ربعت الستة على طول وربعت التمانية. تعالى ننتقل للسؤال رقم 2. عايز البعد بين النقطه جذر 2 و4 ونقطه الاصل. طب ما نقطه الاصل هي صفر كانها مش موجوده، يبقى انا اربع جذر 2 زائد تربيع الاربعه. طب هو جذر 2 تربيعها كام؟ تطلع يا مس ب2. طب وجذر والاربعه عندي تربيعها هتطلع كام؟ ب16. لما اعملها بآلة تديني جذر 18. طب هو جذر 18 ده عباره عن ايه؟ في الاختيارات هنا مش موجوده. قال لي يا ميس ما انا واخد قبل كده ان انا افكها او الاله بتاعتي هتطلعها لي 3 جذر 2 وحده طول. يبقى اللي هيطلع له جذر 18 هيقدر يفكها. طب واللي ما طلعلهوش هيطلع له على طول على الاله 3 جذر 2. تاني حاجه عايز يجيب بعد النقطه دي عن محور الصادات. ميس قالت لي محور الصادات روح خد قيمه السينات وحطها جوه قيمه مطلقه. يبقى انا اقول له القيمه المطلقه للسالب 7. طب القيمه المطلقه بتعمل ايه في السالب؟ بتاكل السالب، يبقى هتطلع لي 7 وحده طول. يبقى بعد النقطه -7 وسالب 3 عن محور الصادات هي تديني 7 وحده طول. تعالى عشان نفهم المساله اللي بعد كده لازم نرسمها. أ ب ج ده المستطيل. طب هو مديني احداثي عندي النقطه أ ومديني كمان احداثي النقطه ج. طب ألف قصاد الجيم، يعني معنى كده انت مديني احداثي للقطر. عايز ب د اللي هو القطر التاني. طب ما انا عارف ان الاقطار في المستطيل متساويه. طب اعملها ازاي الاقطار دي؟ هجيب ألف جيم هيطلع هو نفس طول مين؟ ب د. يبقى انا لما اجيب الابعاد بتاعتي هجيب له عندي هنا الالف جيم. طب هو انا عندي هنا الالف جيم بيساوي ايه؟ هقول له -1 ناقص الاتنين الكل اس 2 زائد -3 ناقص 1 الكل اس 2. لما اجي اجيب هنا طول الب د هيطلع لي عندي على الآلة تساوي القيمة بتاعتي هي قيمتها 5 وحدة طول. وبكده نكون احنا فهمنا النهاردة خلاصة الدرس كلها كانت بتقول ايه، وفهمت ازاي اجيب البعد بين نقطتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.